صيفي. عندي امتحان كمان 5 ساعات وليا 3 4 ساعات عمال أذاكر، فباقي آخد ربع ساعة في المذاكرة. هخلصها دلوقتي معاكم وبعد كده نخش ننام ونكمل الفلوج بكرة. لسه مخلص المذاكرة نروح ننام بقى وزي ما قلت لكم نكمل الفلوج بكرة. ازيكم عاملين ايه؟ في طريق الامتحان دلوقتي، عندي اخر امتحان قبل اجازة العيد. فكرة الفلوج بتاع النهاردة بما ان احنا في اخر 3 ايام من ايام الصيام، من اخر 3 ايام في العشر الاوائل من ذي الحجة. النهاردة يوم الثلاث والوقفة يوم الخميس. بفكر ان انا بما ان الواحد كده كده بيصوم، ممكن نصوم صيام مية، اللي هو لما نيجي نفطر الفترة بتاعت الفطار من المغرب لغاية الفجر هيبقى نصوم مية بس، نفطر على مية بس، مش هناكل اي حاجة. هو الفترة بتاعت الفطار هتبقى مية، الصبح الصيام يبقى صيام زي العادي. فنجربها 3 ايام. كنت الصبح النهاردة اول ما صحيت صورت وزني على الميزان بالظبط عشان نعرف بعد 3 ايام هيبقى الوزن شكله عامل ازاي. لسه محتار، مش عارف هفطر عادي يوم الخميس اللي هو على فطار يوم الوقفة اكل فيه عادي، ولا افضل صايم لغاية اكملهم 3 ايام كاملين وافضل صايم لغاية يوم الجمعة الصبح اللي هو لغاية يوم العيد. فلسه مقررتش الموضوع ده، بس بالغالب يعني هيكون لغاية فطار يوم الخميس. اخر حاجة اكلتها كان امبارح تقريبا الساعة 10:30، فاخر وجبة اكلتها. ف3 ايام بقى صيام. يلا اخش الامتحان دلوقتي وابقى اطلع منه. لسه مخلص شغل دلوقتي، وبصراحة الجو برد، جسمي بيبرد بسرعة من التكييف وكده، فاضطريت ان انا ارجع البيت اجيب حاجة تقيلة البسها. كنت طالب تي شيرت من ذا بيسك لوك. طبعا محدش يعرفهم يعني، فهم مشهورين جدا. عارفين من اسمهم يعني، بيبيعوا كل الحاجات اللي هي البيسك، مش هتلاقي حاجات برنتد او كده. فلقيت عندهم التيشيرت البولو ده تقريبا 400 جنيه. حلو ومريح، وكنت جربت من عندهم حاجات كتير يعني، وكانت كويسة جدا. فهروح البيت دلوقتي، هرجع من الشغل اروح البيت واقيسه وابقى افرجكم عليه. ولسه زي ما انا ملتزم ما اكلتش اي حاجة. ده التيشيرت اللي انا كنت قلت لكم عليه، لونه بيج، مش عارف باين في الكاميرا ولا لا، ومقاسه اكس. بصوا كده، ده ب 395 جنيه. وفي ده جبت برضه معاهم 3 شرابات اسود، في منهم ابيض، في منهم سمول وميديوم، دول ب 120 وده ب 395، يعني كل على بعض 515. فاسعارهم كويسه لو انت عايز حاجات قطن وحاجات مضمونه، وفي نفس الوقت انت ما بتحبش الحاجات البرنتد والمبهرجه كتير، فينفع معاك يعني شغل في اي مشوار يعني، ومريح. لسه مجربه حالا، لسه طالع من الكيس بتاعه. بس كده وريتكم التيشيرت اللي قلتلكوا عليه. دلوقتي الساعة 2، فطبعا مش هنتسحر، احنا النهاردة يوم 9 ذي الحجة، ده يومين نخش ننام قبل ما الجوع يقرص علينا اكتر من كده. وبس، يلا اشوفكم بكرة. وده كان فطاري بعد الصيام. ايه الاخبار؟ رايح لعب الكورة دلوقتي في تاني يوم من التحدي. هقطع ليمونة، هقول لكم بقطعها ليه دلوقتي. ماكلتش اي حاجة لتاني يوم. اخر وجبة اكلتها كانت امبارح تقريبا الساعة 10:30.
انا بسجل دلوقتي 11 عشان عندي لعب كورة من 11:30 تقريبا كده، عديت اليومين. فعايز اوريكم اللي انا بعمله دلوقتي باني مش هاكل وبشرب مية بس، فالواحد محتاج على الاقل يشرب مية تكون ليها طعم شوية، حاجة كده تغيير. فهوريك انا بعمل ايه دلوقتي. ده اللي انا بعمله دلوقتي، جايب ليمونة نعملها 4/4. طبعا يفضل ان انت تشيل منها البذر عشان المرة متبقاش زيادة. دي الازازة بتاعتنا، نحط فيها الليمون اللي احنا قطعناه، ودول شوية نعناع مغسولين، نحط فيها النعناع ده. حاسس ان هما يبقوا كتير بس مش مشكلة يعني، ممكن نحطهم كلهم. مش عارف، اظن كده كفاية النعناع اللي احنا حاطينه ده. نزود عليهم تلج، شوية مكعبات تلج وحاجات كده، نزود عليهم ونحط عليهم مية ونستخدمهم بقى ايه، نشربهم في اللعب كورة، حاجة كده تبقى منعشة حبتين. حاولت اطور في السهر على قد ما اقدر، دلوقتي الساعة 6 تقريبا. ف بجد موضوع صعب جدا بعد لعب الكورة. موضوع كنت فاكر ان هو هيكون صعب جدا، بس يعني مع الحماس وكده وانك تبدأ الماتش وتسخن يعني مش هتحس انك تعبان قوي. بس عموما في الشغل كنت تعبان ودلوقتي جعان جدا. فهننام دلوقتي تقريبا الساعة 6 ونحاول ان احنا نصحى اكتر حاجة متأخرة عشان الفطار، بالذات ان المغرب تقريبا اذانه على الساعة 8 ل10. فقدامنا كتير على ما ناكل اول وجبة بعد انقطاع 3 ايام. فخلينا نكمل. لسه صاحي دلوقتي تقريبا ساعة قبل العصر، نقوم بقى وناخد شاور والكلام ده. وبما ان النهارده يوم عرفة يعني فما نضيعوش على التليفون وكده، بقى نحاول ان احنا ندعي ونقرأ قرآن على قد ما نقدر. وكل سنة وانتم طيبين. وطبعا بما ان باقي 4 ساعات تقريبا والتحدي بتاعنا يخلص واخيرا ناكل وجبة بعد انقطاع 3 ايام، فنحاول ما نبصش على الساعة على قد ما نقدر. بس هي احب اقول لكم ان دي تجربتي الشخصية. لو حد عنده اسئلة زي هل 3 ايام كانوا كتير، ممكن اجرب يوم او يومين، او هل فادك بالكتير في موضوع التخسيس او لا، عن نفسي ده ما كانش السبب اللي انا كنت بجرب التحدي ده عشانه. انا كنت ببساطة بجربه عشان اجرب هل اقدر ان انا اتحكم في رغبتي ان انا اكون جعان وعايز اكل بس امنع نفسي من ده. فده كان السبب. عموما لو حد فيكم عنده اي تجارب مع صيام المية ياريت يشاركنا في التعليقات. ودي كانت نهاية الفلوج النهاردة. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، اشوفكم في فلوج جديد ان شاء الله. مع السلامة.